بيبدأ الفيلم بشاب اسمه سام بيكون راجع من الشغل، ومراته شيري بتكون مستنياه عشان يتعشوا مع بعض، وبتقول له انا عملت لك الاكل اللي انت بتحبه. وبنعرف ان هو شغال في شركة بتصنع روبوتات، وبتحضر له الاكل وبيهزر معاها، وبعدها بتروح على المطبخ وبيروح عشان يكلمها، بس شيري بتكون نسيت مية الحوض مفتوحة، وبيفضلوا مع بعض لحد ما المية بتغرق المطبخ وبيغرقوا هما كمان. بس شيري بيحصل لها تشنجات اول ما بتلمس المية وبتفصل خالص، وبنعرف بعدها ان شيري اصلا روبوت على شكل بنت سام اشتراها عشان يتجوزها. وبيكون مصدوم من اللي حصل وبيروح يوديها للصيانه، لكن توم بتاع الصيانه بيقول له الدوائر بتاعتها اتحرقت ومش هينفع تتصلح تاني، ومش باقي فيها اي حاجه غير السي دي بتاعها اللي عليه ذكرياتها كلها وشخصيتها. وبيقول له ان السي دي ده نادر جدا وما بقوش يصنعوا زيه دلوقتي، وكل الناس اللي بتيجي هنا بتشتري اي روبوت شكلها حلو وخلاص، بس انا عارف ان النوع ده مميز جدا ومش هتلاقي زيه تاني. وبيروح يوريه كل النماذج اللي معروضه عنده في المخزن، وبيوريه كل اشكال البنات اللي عليها طلب في السوق. وسام بيكون متضايق وبيرجع تاني لجثه شيري، فبيقول له اديني وقت ممكن الاقي حل يرجعها لك تاني. وتاني يوم بيروح الشغل وهو مكتئب، وبيقابل اصحابه وهو داخل، وبيطلبوا منه يخرج معاهم يسهروا مع بعض. وبيل بيقول له تعالى نروح نادي جلو، فسام بيقول له انا بكره المكان ده، وبيقول لهم روحوا انتوا انبسطوا، انا ورايا شغل لازم اخلصه. وبيفضلوا يزنوا عليهم هما الاتنين لحد ما بيروح معاهم، وبيروحوا مع بعض، بس سام ما بيكونش مبسوط. وبتيجي واحده تكلمه فبيقول لها ان هو معهوش فلوس، فبتشتمه وتمشي. وسام بيزهق من المكان وبيرجع البيت، وبيحط السي دي بتاع شيري في الجهاز وبيسمع صوتها، وبيكون حاطط الجثه جنبه في السرير وبيفضل يفكر فيها طول الوقت. وبعدها بيرجع تاني لتوم بعد ما اتصل بيه، وبيقول له ان هو لقى متعقب روبوتات اسمه جونسون في المنطقه 7، وان هو يقدر يجيب له نسخه من شيري من نفس الموديل اللي اتصنع من نفس السنه، وكل اللي عليه ان هو يحط السي دي بتاعها في دماغها وهتشتغل على طول. وسام بيحضر شنطته وبياخد معاه سلاح، وتاني يوم بيكون وصل هناك بالعربيه، وبيدخل الفندق عشان يحجز اوضه. والموظفه بتستغرب اول ما بيسالها عن حد يعرف يجيب له موديل شيري، ولما بيطلع بيلاقي واحد خارج من اوضته ورمى الروبوت بتاعه بعد ما اتعطلت. وسام بيدخل اوضته وبيشوف اليافطه بتاعت بيت جونسون، وبياخد البندقيه بتاعته وبينزل يخبط عليه، والباب بيكون مفتوح، فبيدخل ينادي على جونسون. وجونسون بيهجم عليه وبيقول له انت مين وايه اللي جابك هنا. وبيتفاجئ اول ما بيعرف ان جونسون دي بنت مش راجل، فبيقول لها انا شكلي غلطت في العنوان، فبتطلع حبل وبتكتف سام وبتجره، وبتقول له انا لفيت المنطقه 7 كلها وانا صغيره واعرف كل الطرق اللي فيها، وكنت مع جيك ابو 6 صوابع قبل ما صوابعه تتقطع. وسام بيطلع صوره شيري وبيقول لها عايز دي، فبتقول له هو انت شايفني خطبه هرجع لك مراتك ازاي. وسام بيقول لها لو جبتي نسخه شيري هديكي $500، فبتقول له ماشي بس يا ريت تحضر نفسك عشان هتيجي معايا. فبيقول لها انا دافع فلوس عشان تروح انت هناك مش انا. فبتقول له الهيكل بتاع شيري موجود في حته بنسميها مقبره الروبوتات، ولو رحت هناك هحتاج حد يساعدني عشان اخرجها. فبيقول لها انسي، انا هروح ادور على جيك ابو 6 صوابع احسن. وسام بيخش البار وبيقول لهم انا بدور على جيك متعقب الروبوتات، فواحد بيقول له ان جيك مات في المنطقه 7. وبعدها بيلاقي واحد قاعد على الترابيزه وبيشاور له وبيقول له انا اسمي ستيسي وممكن اساعدك، وده ايرل صاحبي بس ما بيسمعش، بس انت قول لي انت عايز تشوف جيك ليه. فبيقول له انا بدور على حد في المنطقه 7، وبيطلع صوره شيري وبيقول له دي موديل سنه 2000. وستيسي بيقول له موافق بس شوف هتدفع كام. ولما بيعرف ان هو معاه فلوس بيقول له تعالى نقابل جيك. وسام بيقول له ايه ده، هو جيك لسه عايش؟ فبيقول له ايوه بس مش بيحب يظهر قدام الناس كتير. ولما بيخرج معاه بيكون محضر له كمين هو وايرل عشان يسرقوه، وستيسي بيقول له طلع كل اللي معاك. ولما بيجي يفتشوا بيوقعهم هما الاثنين وبيهرب. وبيرجع لجونسون وبتكون محضره العربيه وبتقول له يلا مفيش وقت، وبتجري بالعربيه وبتكون طايره على الطريق. والعربيه بتعدي من كمين المنطقه 7 وبيضربوا عليها نار، بس عربيه جونسون بتكون مصفحه فمش بيحصل لها اي حاجه. وتاني يوم بيكونوا وصلوا نص الطريق، وبتطلع الخريطه وبتقول له الطريق ده هياخد 4 ساعات، فنريح شويه دلوقتي وهنتحرك اخر النهار. وسام بيسمع صوت دوشه جاي من بعيد، وبيروح عند حفره كبيره في الارض وبيشوف ناس في الناحيه التانيه متجمعين، وجونسون بترمي عليه كاوتش وبتوقعه من فوق، وبتنزل تستخبى جنبه وبتقول له انا مش قلت لك ما تتحركش. وبتقول له ان اللي هناك دول ليستر ورجالته، ومعروف عنه ان هو مجنون وبيقتل اي متعقب روبوتات بيجي المنطقه 7. وسام بيشوفهم وهم بيحبسوا واحد جوه العربيه وبيرموه من فوق الجبل. وجونسون بتقول له يلا هنروح من طريق تاني، وبتقول له ما تزعلش هنتاخر يوم واحد كمان. وسام بيطلع صوره شيري وبتاخدها منه، وبتقول له هي عينها لونها احمر ليه؟ فبيقول لها عينها مش حمراء، ده عشان الفلاش بتاع الكاميرا. وبعدها بيوصلوا من الناحيه التانيه وبيكون في ونش هناك، ورجاله ليستر بيكونوا موجودين ومحوطين المنطقه كلها. فبيقول لها احنا كده بنضيع وقت ومش هنوصل لحاجه. فبتقول له انت عليك تدفع وانا هعرف شغلي كويس. وبيركبوا العربيه وبينزلوا تحت الجبل عشان يهجموا عليهم. وواحد بيكلم ليستر وبيقول له في 2 داخلين علينا. فليستر بيقول له طالما ما معهمش تصريح يبقى قتلهم على طول. وبيجي الونش ناحيه العربيه بالمغناطيس وبيرفعها وبيعلق العربيه في الهواء عشان يضربوا عليها. وجونسون بتطلع كل الاسلحه اللي معاها وتقول لسام اجهز للمعركه. وسام بيضرب عليهم نار وهي بتفجر الكوخ اللي بيستخبوا فيه. وواحد بيقول لهم ارموهم بالعربيه جوه النهر، والونش بيفضل يلف بيهم لحد ما بيوصل للنهر وبيسقط العربيه في الهواء. وجونسون بتكون ماسكه فيها بالعافيه، وفي الاخر العربيه بتنزل جوه ماسوره كبيره بتودي على النهر. وجونسون بتقول
بتقول له يخرج من العربيه ويتزحلقوا في الميه، وبيفضلوا ينزلوا لحد ما بيوصلوا لاخر الماسوره، وبيكون في واحد قاعد تحت بيشاور لهم بالكشاف وبيعوموا لحد هناك. والراجل اول ما بيشوف سام بيهدده بالسلاح وبيقول لجونسون الراجل ده جاي معاكي، فبتقول له ده زبون جاي يعمل مصلحه، وبتاخده بالحضن. وبنعرف ان ده جاك ابو 6 صوابع، وبتعرفه على سام وبتقول له ان هو جاي من مدينه انهايم. وجاك بيمشي بيهم بالمركب جوه الماسوره لحد ما بيخرجوا على النهر، وجيك بيفضل يتكلم مع جونسون وبتعرف منه اخبار مدينه انهايم، وبيقول لها ان اهل المدينه دي كلهم مجانين وبيتنمروا على بعض وبيحبوا الروبوتات الآلية. وجيك بيطلع تعبان مشوي من الميكروويف وبيقول لهم اتفضلوا الغدا جاهز. وسام بيكون قرفان من المنظر، وجيك بيسأل جونسون انتوا جايين تعملوا ايه هنا؟ فبتقول له هنروح مقبره في المنطقه 7 عشان نجيب نسخه من روبوت شيري 2000 عشان النسخه القديمه اللي كانت مع سام باظت منه. فسام بيقول لها على فكره انا بحب شيري وكنا بنتكلم مع بعض، وعمرك ما هتفهمي ده عشان اللي زيك مخهم صغير اصلا. فبتقول له على الاقل انا عندي مخ مش زي الروبوت بتاعك. وسام بيقول لجيك كانت حنينه عليا ورومانسيه جدا. وجونسون بتتعصب وبتقول له هو في روبوتات بتحس اصلا؟ وفي الاخر بتتريق عليه وبتمشي. وبعدها بيناموا، بس سام بيفضل صاحي طول الليل. وتاني يوم بيخرج وبيلاقيهم صحيوا قبله، وبيشوف جيك واقف على المركب عشان يصطاد سمك. فسام بيسأل جونسون هو احنا هنفضل قاعدين هنا ولا هنروح نشوف مهمتنا؟ وبتقول له لازم نستنى لحد بالليل علشان نعرف نتحرك. وجيك بيقول له لو عايز تموت ممكن تخرج دلوقتي. واخر النهار بيتحركوا عشان يطلعوا العربيه من جوه الماسوره، وسام بيطلع عشان يخرج يقابلهم من الناحيه الثانيه، بس بيعرف ان هم اتكشفوا اول ما رجاله ليستر بيشوفوهم وبيضربوا عليهم نار. وسام بياخد خبطه على دماغه، ولما بيفوق بيلاقي نفسه في مكان تاني، وبيشوف حمام سباحه وبنات قاعده بتاخد تان وبيبصوا عليه، وبيلاقي نفسه لابس لبس غريب وما بيكونش فاهم اي حاجه، لحد ما بتيجي واحده لابسه لبس بتوع النحل، وبيعرف بعدها ان دي صاحبته القديمه ايلين. وبتقول له ازيك يا سام انا غيرت اسمي وبقى جينجر دلوقتي. وبيعرف منها ان هي عايشه هنا مع ليستر، وبتقول له تعالى اقعد جنبي وقول لي كنت بتعمل ايه هنا. فبيقول لها انا كنت مع ناس وفجاه في حد هجم علينا، ولما صحيت لقيت نفسي هنا. فبتقول له ليستر قال لي ان انت الوحيد اللي فضل عايش منهم. وسام بيكون مصدوم من الخبر ومش فاهم اي حاجه خالص، وبتقول له ان هي عايشه حياه جميله من ساعه ما جت هنا. وسام بيزعق وبيقول لها فين الناس اللي كانت معايا يا ايلين؟ وبتزعق هي كمان وبتقول له قلت لك اني غيرت اسمي، وليستر لو شافك وانت متعصب كده ممكن يأذيك. وسام بيلاقي ليستر وصل مع رجالته ومعاهم العربيه بتاعت جونز، وبيروح عند العربيه وبيلاقيها اتحرقت من جوه، وايلين بتسحبه من ايده وبتعرفه على سام. وليستر بيتعرف عليه وبينادي على دوني المساعد بتاعه، والمساعد بتاعه بيكون ماسك واحد. فليستر بيقول لسام ان ده جيم لقيناه نايم في العربيه دي امبارح، وتقريبا كان مغمى عليه بسبب ضربه شمس، لكن الراجل بيقول لهم انا اسمي سكيب. وليستر بيعزمهم كلهم على العشاء، وبيكون عامل وليمه في المكان، وبيكون معاه صوره شيري، وبيقول لسام انا عارف الموديل ده وعندي منها كام نسخه في الجراج اللي ورا، بس ما عنديش السي دي اللي يخليها تشتغل وترجع زي الاول. وسام ما بيرضاش يقول له ان هو معاه السي دي بتاعها. وليستر بينادي على سكيب وبيقول له ايه رايك في الاكل؟ فسكيب بيقول له تمام. وليستر بيبقى عارف ان سكيب بيكذب وان هو متعقب وجاي يدور على حاجه في المنطقه 7. وليستر بيقول له احنا عندنا سياسه ضد المتعقبين، وبينادي على براد وبيقول له هات الكيس اللي معاك، وبيقول لسكيب خد الكيس ده والبسه في دماغك. وفي الاخر بيقوموا يثبتوه على الحيطه عشان ليستر يقتله، وايلين بتديله القوس وبيضرب سهم في دماغ سكيب وبيموته. وبعدها ايلين بتدخل سام الاوضه بتاعته وبتقول له ليستر معجب بيك جدا. فبيقول لها قصدك المجنون اللي بيقتل الناس بره ده؟ وبيقول لها انا مش هقدر اقعد هنا اكتر من كده. فبتقول له في 3 انواع سلوك مغطيين اسوار المنطقه، وفي حقل الغام ورا الاسوار دي، ممكن ما تعرفش تهرب، عشان كده خليك قاعد معانا وهتعيش كويس جدا. وكمان ليستر وافق انك تخش معاهم التدريبات بتاعت بكره عشان تبقى من رجالته. وسام بيستنى لحد ما كلهم بيناموا وبيخرج بره، وبيقابل براد في وشه اللي بيقول له انت بتعمل ايه هنا؟ وسام بيقول له الجو حلو النهارده والسماء مليانه نجوم، حتى بص النجم ده. وسام بيضربه فبيقع على الارض، وبيستغرب لما بيلاقي سكينه في ظهره، وبيتفاجئ ان جونسون لسه عايشه وهي اللي ضربت السكينه. وبيعرف ان هم خرجوا من العربيه وركبوا الحمار عشان يوصلوا هنا. وجاك بيكون لسه عايش هو كمان وبيقول له انا اسف بس الشنطه بتاعتك ضاعت. وسام بياخد جيركن بنزين وبيغرق المكان كله. وجيك بيقول لجونسون انا حلف وبقابلكم عند بيت توم القديم، وخلي معاكي الجهاز ده وعرفيني كل اللي بيحصل معاكم. وسام بيولع في جيركن البنزين وبيحطه عند حقل الالغام اللي ورا السور، وبيركب العربيه مع جونسون وبيفجر المكان كله. وليستر بيصحى هو ورجالته والالغام بتضرب في وشه. وتاني يوم بيطفوا الحريقه اللي عملها سام ودمرت نص المكان. وايلين بتقول له انا فضلت اشجعه عشان يفضل معانا بس هو ما سمعش كلامي، وبتدهن لليستر مرهم الحروق على وشه، وبيقول لها حضري السندوتشات لحد ما اجي انا والرجاله. وجونسون وسام بيكونوا ماشيين على الطريق، وبتقول له مالك شكلك مكتئب كده ليه؟ فبيقول لها السي دي بتاع شيري كان موجود في الشنطه اللي ضاعت، وكده لو لقيت نسخه شيري هيبقى زيها زي الميكروويف مجرد جهاز وخلاص، عشان شخصيتها الحقيقيه وكل ذكرياتنا مع بعض كانت على السي دي ده. فبتقول له احنا ممكن نلف ونرجع وارجع لك فلوسك. فبيقول لها انا ما يهمنيش الفلوس خالص ومش عايزها اصلا. وليستر بينادي على رجالته وبيقول لهم روحوا ورا الاثنين دول لحد ما تلاقوهم، واول ما تمسكوهم تجيبوهم هنا احياء عشان انا اللي هقتلهم بايدي، واحنا هنصلح العربيات دي وهنتحرك وراكم. وبنشوف سام وهو سايق العربيه على الطريق وجونسون نايمه، وبيفضل يبص عليها لحد ما بيعمل حادثه وبيخبط في
الجبل، وبيقول لها انا ما كنتش مركز في الطريق، هو انت كويسه؟ وبيبتدوا هما الاثنين يقربوا من بعض، وسام بيحضنها، ولما بيقع على الارض بيعرف ان هي معاها الجهاز اللي فيه السي دي، فبتقول له انا اسفه، وبيقول لها انت كدبتي عليا وكنت بتتريقي على شيري، بس على الاقل هي مش بتكذب، فبتقول له انا انسانه مش روبوت زيها. وفجاه بيوصل رجاله ليستر وجونسون بتضرب عليهم نار وبتقلب العربيه، وبتقول له يلا نروح على المقابر عشان مفيش وقت. وليستر بيكون سايق على الطريق، وايلين بتناوله السندوتشات، والراجل اللي بيحرس مقابر الروبوتات بيلاقي عربيه جونسون جايه عليه، فبيدخل يستخبى مع راندا جوه المخزن. ولما بيوصلوا المكان جونسون بتقول لسام خش فتش الكوخ، وراندا بتكون مستخبيه وبتهدد سام بالمسدس، وجونسون بتكون وراها، والراجل بيخرج من الثلاجه بيهددها هو كمان، بس جيك بيكون وصل، والراجل بيقول له ايه يا جدع انت لسه عايش؟ وبيكونوا كلهم عارفين بعض، والراجل بيقول لراندا حضر لنا الغدا، وجونسون بتقول لسام لازم نشغل الطياره دي عشان نعدي من حقل الالغام، فسام بيقول لها الطياره دي خرده وعمرها ما هتشتغل، فبتقول له مالكش دعوه ده شغلي وانا متعود عليه. وليستر بيوصل المكان وبينادي على توم حارس المكان، وتوم بيرد عليه وبيقول له كل حاجه تمام، وليستر بيقول له انه بيدور على واحد راكب عربيه حمراء، ولو جه عندك خليه لحد ما يجيلك. فراندا بتقول له على فكره هو هنا ومعاه 2 كمان، فليستر بيتحرك على الجراج، وسام وجيك فجاه بيسمعوا صوت موتور الطياره بعد ما جونسون صلحتها، وتوم بيقول لراندا خليهم يجوا يتغدوا لحد ما ليستر يوصل، بس جونسون بتطلع المنظار وبتلاقي ليستر ورجالته على الطريق، وبتقول لسام روح نادي جيك عشان نلحق نهرب، وسام بيروح يناديه، بس راندا بتقتل جيك، وتوم بيضرب على سام نار، وبيجري بسرعه ورا جونسون وبيركب الطياره في اخر لحظه، وليستر بيلاقي الطياره عدت من فوقيهم فبيضرب عليها نار، وجونسون بتعيط اول ما بتعرف ان راندا قتلت جيك، وليستر بيوصل المكان وبيكون متعصب وبيقول له انت مش قلت ان الطياره بايظه؟ فبيقول له انا ما اعرفش البنت صلحتها ازاي، وكمان في واحد منهم مات قدامك اهو، وراندا بتقول له على فكره انا سمعتهم وهم بيتكلموا وعرفت ان هم رايحين المقابر، وليستر بيتعصب وبيطلع المسدس وبيقتلها، وسام بيقول لجونسون ما تيجي نرجع ونلغي المهمه كلها، فبتقول له جاي تقول كده بعد ما وصلنا؟ وكمان جيك مات بسببك فلازم نخلص المهمه دي. وبعدها بيوصلوا المقابر وبيكون في مدينه كامله مدفونه هناك، وليستر بيقرب من المكان ورجالته بتخرج بالبيتش باجي عشان يروحوا المقابر، وجونسون بتنزل مع سام لمخزن مهجور تحت الارض، وسام بيعرف ان ده المصنع اللي اتعملت فيه شيري، وليستر بيوصل المكان وبيخش مع رجالته المقابر، وسام بيلاقي نسخه اصليه من شيري فبيحط السي دي وبيشغله، وجونسون بتقول له مش وقت رومانسيه يلا نهرب من هنا، ورجاله ليستر بيوصلوا المكان وبيضربوا عليهم نار، وسام لما بيخرج بيلاقي ليستر في وشه وبيقتله بالرشاش، وليستر بيكون لسه عايش وبيطلع وراهم تاني، وبيركبوا الطياره عشان يهربوا، بس الطياره مش بتكون قادره تطير، فجونسون بتقول له مش هتطير عشان الحموله تقيله، وبترمي نفسها من فوق والطياره بتطير بسام وشيري، لكن سام بيتضايق لما بيعرف ان جونسون نطت، وبيفضل يفكر فيها وبيبص لشيري، وفي الاخر بيرجع تاني عشان ينقذ جونسون منهم، وبينزل بالطياره وبيقول لشيري روحي هاتيلي لب من تنزانيا، وبينقذ جونسون، فبتقول له انت هتسيب شيري؟ ده احنا جينا اساسا عشانها، فبيقول لها شيري دي روبوت ملهاش لازمه، وليستر بيرمي حبل على الطياره وبيمسك فيها لكنه بيخبط في تمثال وبيموت، ولين بتقول لهم واضح كده ان احنا اللي هناكل السندوتشات، وبتعزم بسندوتشات على شيري اللي بتكون مش فاهمه اي حاجه، وسام بيقرر ان هو يرجع مع جونسون، وبتبتدي قصه حب بينهم. وبكده انتهى الفيلم، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشوف باقي الملخصات، واكتبوا لنا في الكومنتات ايه الافلام اللي تحبوا تشوفوا الملخصات بتاعتها. سلام.